المشجع الزملكاوي ده غريب والله العظيم، يعني أنا الزمالك وحشني جدًا والله العظيم، عمّال أدوّر هيلعب إمتى بقى، إمتى الماتش الجاي، هاشوف الزمالك إمتى، أنتم مش لاقيين تاكلوا، هيلعب إمتى باقول لك، ادفعوا المستحقات اللي عليكم، باقول لك هيلعب إمتى، أنت فاهم، اللعيبة هتسيبكم وبترفع قواضي، هنلعب إمتى، عارف هو ده هنلعب إمتى، أنا الزمالك ده بالنسبة لي كل حاجة، أنا عايز أتفرّج على الزمالك. مشاكل؟ ياما عِشنا في مشاكل. إحنا حياتنا كلّها مشاكل، يعني أنا ما شُفتش سَنة مثلًا الزمالك كان مستقر، ما فيش مشاكل، ما فيش إيقافات قيد، الدنيا ماشية تمام، الدنيا حلوة، الفلوس بتدفع في مواعيدها، كلّه بياخد فلوسه، دي بتبقى فاهم، كل 10 سنين سَنة مثلًا فاهم، فخلاص اتعوّدنا، فما تجيش تقول لي إحنا في مشاكل وإحنا قرفانين وإحنا زهقانين والكلام الخيبان ده، لإن ده مش أنت كده مش زملكاوي أو مستجد. لكن الزملكاويه اللي قدّام اللي زي حالاتنا خلاص إحنا نحّسنا، والله تحس إنك نحّست، أنا اتنحّست، ده ياض في مشاكل، هيلعب إمتى باقول يعني ياض أنت ما فيش، فطبعًا قاعدين كلّنا الفترة دي منتخب مصر هو اللي يعني الفترة سيد الكورة، سيد الأخبار، أخبار كلّها عن منتخب مصر وعن صعودنا لكاس العالم، حاجة جميلة جدًا، يعني حاجة لإن في كاس العالم دي حاجة بتبقى ممتعة أوي، أوي، لإن أنت بتتفرّج على كاس العالم كده. وبتتفرّج على مُطوشة كتير أوي، فبقى مصر تبقى فيه، فدي بتبقى حاجة تانية ويعني فاهم، كل يعني السنة بتاع قطر ما فيش واحد مصري كان مبسوط، كُلّنا مخنوقين، يا ابني ده إحنا هنروح ناخد على عينينك، زي الزمالك يا ابني أنت هتاخد على عينك، برضه أنا مستنيه وعايز أشجّعه مش مهم، ده حصّلت المجموعة مش مهم، المهم يبقى مصر في كاس العالم باتفرّج عليها، نفس قصة الزمالك بالضبط. فالنهارده ابتدت بقى خلاص أخبار المنتخب مصر بتهدى، قصة محمد صلاح ومرات محمد صلاح وما أعرفش مين، ومين ده جايب بنته وده جايب الدادة بتاعته وده جايب ما أعرفش إيه، خلصنا من الأخبار اللي هي ما بتهمنيش بصراحة، يعني الأخبار كلّها باحسّها ما حدّش عارف يطلع يقول إيه، فبيطلع يهبد إيه أي فيديو بيقول أي كلمتين والدنيا بتعدّي. نيجي بقى لأخبار نادي الزمالك، النهارده نادي الزمالك مش بيسِد، هو بيدفع جزء بسيط أوي لإخوان والبنتايج، بس الاتنين اللي رافعين قواضي والدنيا عليهم مش أحسن حاجة، رايح مدّي لكل واحد جزء كده إيه، مشّي حالك بالقرشين دول، فاهم، حُطّهم في جيبك كده فاهم، لمّا بتدّي واحد حاجة في جيبه كده يحطها في جيبه كده، خلاص بقى ما والله ما راجعين، والله ما هيرجعوا، دي المبالغ تعبانة، بس اللي هو إيه، يسكّتوهم أو يوقّفوا الدنيا شوية في حوار القواضي وحوار القصص دي، طبعًا يعني حل فعلًا يصعب عليك والله العظيم، عارف بقى نادي الزمالك حاله مش بيصعب على الكافر، لأ ده يصعب على نتنياهو يعني اللي هو عدّى المرحلة بتاعة الكفر، الموضوع بقى صعب أوي، والله العظيم يعني الناس دي تستحمل إزاي، والناس اللي شغالة في النادي هتستحمل إزاي، اللي بيحصل عامةً صعب يا جدعان والله العظيم، الواحد يعرف حاجات يعني مش هاقدر أقول إن أنا باحب النادي ده، يعني حاجات ت ت ت تقِل منك بشكل رهيب، فوق الرهيب بحتتين. بس مش هتقدر تقولها طبعًا لإن يعني هي برّه نطاق الكورة عامةً أو برّه نطاق الفريق الأول، بس بتزعّل الواحد، يعني أنا الواد ابني سليم بيلعب في نادي اسمه لافيينا، درجة تانية، كان معاهم ماتش مع الزمالك، الزمالك كسب وكانوا وفرقة قوية، بس يعني طبعًا بيلعبوا في مركز شباب، والله العظيم زي ما باكلمك هو مركز شباب نضيف أوي، هو في أكتوبر في حدائق أكتوبر، نضيف أوي، 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 بس يعني أنت متخيل اللي هو ليهم time عارف أنت حاجز أرض، أنا ال5 ساعات دول تمرين 2017 و16 و18 فاهم، هم واخدينها كده في 5 ساعات كل ساعة تمرين لفريق أو تمرينين لمواليد، قصة كده، فكانوا بيلعبونا فقال لي الكابتن: "لأ خلاص إحنا كده خلصنا النور هيطفي." النور هيطفي! هيطفي إزاي؟ والله العظيم قال له: "خلاص" عايز أقول له الحجز خلص فاهم، فحالك بقى يصعب على الكافر، فأنت ما تجيش تقارن نفسك لا بأهلي ولا ببيراميدز، أنت في حتة تانية، أنت واقع أوي، أنت جمهورك اللي شايلك بس، يعني جمهور نادي الزمالك هو اللي حاطط نادي الزمالك في الحتة دي، أنت عارف لو ما فيش جمهور لنادي الزمالك والله العظيم ما كنا هنشوفه ولا هنعرف عنه حاجة، مين زمالك، زمالك إيه؟ ده هبط من 20 سنة، هتلاقيها كده، هو جمهوره اللي حاطه في الحتة دي بس. ومناكشتنا مع الناس وفرهدتنا مع الناس هي اللي حاطة الزمالك في الحتّة دي، لكن غير كده الله العوض، والله العظيم كان فعلًا يعني خلاص ما كانش هيبقى موجود، فالزمالك النهارده بيدفع زي ما باقول لك مبالغ بسيطة، وكان في خبر تاني زيزو اتنازل عن مستحقاته، اللي أصلًا كان في خبر fake كان سيبك بقى من الخبر ده دلوقتي، نرجع بس لكام يوم كده ورا،
زيزو كسب القضية، زيزو هياخد منكم 40 مليون، واترمت كلمة 40 مليون و50 مليون وأرقام غريبة. والنهارده طلع المحامي بيقول لك طب هو هيتنازل إزاي وهو أصلًا لسه ما اتحكمش، يعني لسه ما اتحكمش عليه خَد والّا هيسيب والّا عليه والّا ليه والّا ما حدش فاهم حاجة لسه، فإزاي هيتنازل وهو لسه ما عرفش؟ فطبعًا كل الأخبار دي كلها بالنسبة لي إيه، هبد، اهبد، 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 لحد ما هيطلع قرار من اتحاد الكورة، غرامة نادي الزمالك أو ما أعرفش بيطلع منين، في غرامة على الزمالك للاعب ما أعرفش مين، ليه كذا ياخد كذا، واستحالة هيتنازل عن جنيه. يعني الفكرة نفسها شيلها من دماغك، يعني حتّة اللي أنا زيزو يتنازل والله يعني أنت كان ما أعرفش مين نفع نفسه، ما فيهاش، ما فيهاش يا صاحبي. ما فيهاش جنيه هيتنازل، وحقه. بُص لمّا بتيجي في حتّة الحق أنا ما أنا ما ينفعش أبقى على الحتّتين، لأ هو حقه لو ليه فلوس يبقى حقه وما يتنازلش برضه حقه، لإن أنت فعلًا زي ما قُلت لك حال نادي الزمالك يصعب عليك، اللعيبة ليها فلوس ومستحقات، تسمع بلاوي وزبالة في النادي وما باعرفش النور طفى والنور ما فيهاش غير إيه الله أعلم الأخبار دي صح والّا كدب، لإن طبعًا في وقت كده بيبقى الهبد كتير، أدام أنت واقع فخُد، خُد، 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 خُد من الهبد كتير، في حاجات فيهم صح وفي حاجات فيهم بتبقى غلط، والله أعلم. بس زي ما باقول لك هيفضل نادي الزمالك هو يعني حُب، أصل هو حُب أنت مش هتعرف تبطّل تحبه، يعني أنا واحد من الناس أنا مش هاعرف أبطّل أحب النادي ده، بقى درجة تانية هافضل أحبه لحد ما يبقاش في حاجة اسمها الزمالك، خلاص ما بقاش في حاجة الزمالك نبقى نشوف بقى ساعتها هنشجّع مين، برّه مصر، عشان هو في مصر واحد بس بالنسبة لي الزمالك، غير كده بقى نبقى نشوف الدنيا برّه هتمشي على إيه. لو أول مرّة تشوفني ما تنساش تعمل لي follow وsubscribe وأحلى like وأحلى مسا عليكم.